تعالوا نسوي أطيب أكلة دايت. أول شي ضفت زيت الزيتون وضفت مكعبات من اللحم، وبعدها ضفت هنا البصل مقطع بشكل مكعبات. هاي الأكلة تفيد أهل الرجيم والمرضى، يعني اللي عندهم سكري أو ضغط. وهنا ضفت بهارات، ضيفوا أي بهارات تحبوها. وهنا ضفت فاصوليا خضراء مقطعتها. راح أحمسها شوية وأغطيها وأتركها 5 دقايق، وبعدها ضفت هنا ماي شوية وغطيتها وظليت أقلبها، وكسا أضيف لها ماي إلى أن وصلت إلى هاي النتيجة. هنا اللحم صار عندي مستوي، الفاصوليا مستوية، ضفت عليها ثوم يعطي نكهة كلش طيبة. وهنا أنا ضفت الملح أكيد. وهنا ضفت تمن مسلوق أو مبزول وخبطته ويا باقي المكونات، يعني خلطته كلش زين. وبعدها ضفت رشة من النمبصرة، طبعا اختيارية، ورجعت ضفت رشة من البهارات. تقدرون تستخدمون أي بهارات تحبوها. وأيضا خليت ماي رشة، وهنا أنا غطيته لحد ما يستوي التمن ويتهدر عندي. وهنا صار جاهز. ما أحكي لكم الطعم صار كلش طيب. وهنا أنا صبيته. ولا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل جديد. مع السلامة.